صباح الخير يا باشا. صباح الخير يا باشا. محدش عارف يحكمكم ولا ايه؟ ما تزعليش يا ست بسمة، كله هيبقى تمام. تمام، ما هو باين. كل اسمك لو سمحت والله العظيم. سيادة الوزير نازل. اسمك انت جوه. ايه ده؟ ايه ده؟ في حفرة. خد بالك سيادة الوزير، خد بالك من الحفرة. حفرة ايه؟ انت اللي مركب حفار في رجليك. بلا حفرة بلا زفت. انا مش عارف ازاي عينتك فرد امن عندي. كله تمام يا سعادة باشا، كل الوضع تحت المسطرة، المنظرة. منظرة ايه وصدمرة ايه؟ اسكت على الصبح. بلاش تسرح يا سعادة الباشا، ما تنساش ان احنا قرايب. قرايب؟ تيجي منين القرابة دي؟ ازاي يا سعادة الباشا؟ مش مرات خالي بنت عم خالي تبقى مرات خالي ابن عم جوزك. جوزك؟ جوزتك. جوزتك؟ بس اسكت. تمام يا باشا. ايه الاخبار يا رسمي؟ كله تمام عليك. سعادتك عندك ميعاد الساعة 10 مع رئيس الوزراء والساعة 11 مع صاحبة الشركة العالمية للاستيراد والتصدير. صباح الخير يا جدو. يا صباح النور يا حبيبة قلبي جد. هو عم وليد جاي من لندن الساعة كام؟ يا خبر، والله كنت ناسي، فكرتيني يا حلوة. نظمي فين؟ اصله ما جاش معاليك. التسيب اللي انتوا فيه ده يعني ايه ما جاش لحد دلوقتي؟ كلميه بسرعة، قولي له يروح يجيب وليد من المطار الساعة 11. ما تنسيش بدل فاهمة؟ حاضر يا باشا، حاضر. يلا بينا يا رزق. اتفضل يا باشا. يا باشا. نعم. احضر لك الفطار تفطر يا باشا. بعد ما خرجت بعتي لي سندوتش على الوزارة. اتفضل يا باشا. الو يا شومة حبيبتي. اللومة. ايه يا حبيبتي؟ ها؟ لا يا حبيبتي، ده انا بغير زيت المونية. قصدي ايه، العربية. ايه يا حبيبتي؟ اجيب وليد بيه من المطار؟
حاضر. استنى يا وليد. لا، اجيب وليد بيه من المطار، فهغير زيت العربيه واروح ازيت وليد بيه من المطار، واروح على المطار على طول. طب يا حبيبتي، يلا يلا يا ماما، ده انا اللي هتزيت. ايه ده؟ انت بتعملي ايه هنا؟ انا السكرتيره الجديده حضرتك. دي ازاي يعني؟ لحظه واحده ولا حركه. ايه ده؟ يخرب عليك، ده انت منغمه، هتنفجري يخرب بيتك. ايه ده؟ انت حاطه ايه؟ كلمي. والله العظيم مش حاطه حاجه. ازاي؟ يعني كده طبيعي؟ والله العظيم طبيعي. مش معقول. اكيد بتلعبي جيم، ما كلهم دلوقتي بيلعبوا. افندم حضرتك، اصلك عامله بادي بيلدينج جامد قوي بصراحه. ولا تلاقيكي بتنفخي يا لئيمه. بنفخ ايه حضرتك؟ هو انت شايف قدامك واحده كاوتش؟ لا، شايف قدامي واحده مفتريه كشف قنابل مثيره للجموع، جموع المراهقين. انت ايه يا اخي؟ انا من المراهقين حضرتك. اصلك بصراحه حلوه قوي. كل الستات اللي شفتهم كان عندهم 6، الا انت عندك 7. لا 7 ايه ده؟ انت عندك 99. ناقص لك تكه واحده وتنفجري يا بنت المنفجره. والله ليك وحشه يا سعاده الباشا، الحمد لله على السلامه. ايه الخيبه الطويله دي؟ سنه بحالها. والله انت اللي وحشنا اكتر يا نظم. اخباركم ايه انت ولومه وفهمي والواد ريشه؟ كله تمام يا باشا، بحسك معانا في الدنيا والله. طمني، اتجوزت انت ولومه ولا لسه؟ والله لسه سعاده الباشا بقى مستنينا لما العمليه تفرج والميه تجري في الحنفيات عشان الجوازه تكمل. والميه تجري في الحنفيات ازاي وانت سددها بالحريم؟ الله، ايه يا باشا انت عبكتنا يا سعاده الباشا. ده انا بقول لك الحمد لله على السلامه، ادعي لي بالهدايه. ربنا يهديك. اطلع بينا بقى على الوزاره. ايه ده؟ هتطلع على معالي الفوزير؟ معالي الوزير؟ لا، اطلع على شريان، اطلع على الحب طبعا. قشطه يا باشا يا كبير، يا اللي مصيطنا يا ابن الوزير، يا اللي مالكش مثيل. وحشتني يا فقر. ايه يا حبيبي؟ لا ما تقلقش، كله هيبقى تمام. ايوه انا عندي ميعاد النهارده مع الوزير الساعه 3. محضره له ملف بالصفقه كلها. طبعا هيوافق عليه، احنا مقدمين اقل عرض اسعار في السوق. اوكي، باي بيبي. وليد، وحشتيني قوي. انت اكتر والله يا حبيبي. ياه، وحشتني كلمه حبيبي منك. انت جيت امتى؟ لسه واصل حالا، جيت من المطار على هنا على طول. اخص عليك، مش تقولي اجي اسناك في المطار؟ كنت عايز اعملها لك مفاجاه. دي احلى مفاجاه. فعلا يا دكتوره، دي احلى مفاجاه. وليد بيه ابن سياده الوزير موجود هنا. يا مرحبا، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. والله اول ما الباشا قال لي انك جاي انا قلبي طار من الفرحه. الله يخليك يا سيدي. طبعا عن اذنكم. الله، انت مش ناوي تعدي على الباشا الوزير ولا هتقعد هنا؟ اي نعم القعده هنا ترد الروح، بس يعني انا هقابله في البيت. عندك مانع؟ ما عنديش اي مانع يا باشا. عن اذنك. اتفضل. يا حبيبة عم وليد، انت خايفه تتاخر على عيد ميلادي. وانا معقول برضه اتاخر على عيد ميلاد حبيبتي؟ طب ايه رايك بقى ان انا جاي من انجلترا مخصوص عشان نعمل عيد ميلاد سوا؟ طب جبت لي ايه وانت جاي؟ جبت لك احلى هديه في الدنيا، لا احلى بنوته. بجد؟ طب هي فين؟ مش لما يبدا العيد ميلاد اجيبها لك؟ مين؟ نفسي مرة تحفظ شكلي. مع الوزير؟ مع الوزير. وحشتني يا وليد. وحشتني يا بابا، وحشتني. خبرة جامعة الدول، البنات دول خبرة. يا نبي بقالك 90 دقيقة بره.
الله وماله يا حبيبتي؟ اعتبري ان في اكسترا تايم وانزلي لي الملعب بدل ما انت قاعده في المدرجات. ولو نزلت الملعب هتعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انت ارفعي لي في ال 18 ومالكيش دعوه انا بالراس جوه الجول. انا خايفه بعد ما ارفع لك الكره ما تجيبش جول. لا من الناحيه دي اطمني، انا ماليش في التسلل، انا الراس وجوه الجول. اطلع المدرجات بسرعه اطلع. ايوه يا لومه حبيبتي. ايه؟ لا ده انا بشحم العربيه. ما يا حبيبتي اصل الشحم اللي معايا غالي قوي. قصدي هشحم العربيه واجيلك. حاضر. صباحو يا صباح الخير على احلى مزه ضرب عبر. صباح الخير يا هو. يا على هوبه طلع من بقك احسن من لحن الخلود. بقول لك ايه؟ قص كلامك وحل عني. والله ما مذاكر. ما تديني مجموعه. ده انت بتحلم يا اخويا، ده انا اصعب عليك من الثانويه العامه. طب درس خصوصي. الله 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 الله، ايه يا سهوبه كوبا درس خصوصي قله الدوله؟ معلش يا نظمي يا اخويا مفيش حاجه. ايه معلش ايه درس ايه ده؟ انا اللي هديك لسهم في الادب. اصحى اصحى يا نظمي. الله الله الله، نظمي حاف كده من غير نظمي طيار نظمي فلاي، وانا يعني عشان مش لابس الحته الزفره كلكم كده تستقلوا بيا. الله اصحى يا منطقه ما تناميش، نظمي هنا كرامته بحترق. يلا يا مزه عاجبك كده؟ يلا حقك يا نجم. نجم انا قلت لك ما تجيش هنا تاني وما تنزليش الحاره لوحدك. بشتري الخضار اعمل ايه يعني؟ تشتري الخضار احنا لاقيين ناكل. سمعني يا ابني ثابت عليا نفسي. انا زهقت وتعبت وقرفت. احنا هنتجوز امتى يا ناظم؟ لما ربنا يفرجها. وهو ربنا لسه ما فرجهاش. الله يا بنت ما تيجي شايفه الحياه عامله ازاي؟ ضربت في وشنا زي القنبله واللي جاي على قد اللي رايح. رايح على النسوان. نسوان؟ وانا عارف نسوان وانت بنت. يا بنت انت الحلاوه وانت الطعام. بس ايه ده؟ كل فعل الحلاوه خد كل. حلاوه ايه اللي اكل عقلك بيها؟ انت الحلاوه والطعامه واللوز والجوز وكل حاجه حلوه. هاتي بوسه والنبي. بس يا هو. الله 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 الله، نهار اسود ايه اللي بيحصل؟ اوبا يا نهار ابيض، في ايه؟ مش شايف اي حاجه. تعالى يا ابن المحظوظه. يا ابن الذين يا نظمي. كل اسمك يا ناوي. ايه يا فندوماس لقيت حاجه؟ ايوه يا ريس. زيت ولبن وسكر. طالبينها سوبر ماركت هنا ولا ايه؟ ما شاء الله، ده انتوا ارهابيين بقى بجد. هو بيكلم حد؟ انا كل مره بسمع صوت بس نفسي مره اشوف وشه. يا عم بس لو سمحت حضرتك سكت البقال اللي انت جايبه ده. وبعدين انا بحتاج وبشده، مش كل ما تجيب تموين البيت تبهدلنا وتمرمطنا المرمطه دي كلها. تعرف حضرتك انت لو ماسك علينا سيديهات وصور هتعملنا معامله احسن من دي. اخرس خالص، محدش فيكم يتكلم في كلمي. ها؟ يتكلم في شغلي. يعني هو حضرتك يعني انت باصص فين؟ ما هو لا مؤاخذه، يعني هو حضرتك يعني شغلك انك تقلعنا هدومنا؟ ايوه على راي المثل، اقلعوا هدومكم كلها البت تطلع لامها. اهو. لا انا ولا الراجل الطيب ده ليه علاقه بامها ولا بالبيت. ايوه بس هتقلعوا هدومكم كلها. يعني هو كيف عندك انك تقلعني بلبوس؟ كلكم هتقلعوا بلاليس، لازم تبقوا بلاليس. افرض في قنبله كده ولا كده، ساعتها بقى يا حبيبي اوش وري من الباشا فين. شكرا. عموما يا مدام شيري احنا هندرس العرض بتاعك كويس قوي، واذا كان هيتناسب مع احتياج الوزاره اكيد انا هوافق. اكيد يا فندم هيناسب احتياجات الوزاره. على فكره انا مقدمه اقل عرض اسعار موجود في السوق للمبيدات والاسمده الكيماويه. والله بقى اللي هيحدد الكلام ده لجنه الشراء، وطبعا بعد موافقه اداره الابحاث والفحص على الشحنه. اكيد يا فندم. رسمي يا فندم لو سمحت خد الملف ده ادرسه كويس واعرضه على اللجنه وخليه ياخد اجراءاته. تحت امر سعادتك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. انت فاكره اللي سي نظمي ده بيحبك؟ ده بيلعب بيكي. ما تقوليش كده يا ست بسمه، ده مش بيحبني، ده بيموت فيا. بيحبك ايه يا عبيطه؟ ده بيلعب بيكي. بيلعب بيا؟ ما تقوليش كده، ده انا كنت موتته. طب اسمعي اللي انا هقولك عليه واتقالي وما تخلوش يقرب مني. هو يقدر يقرب مني؟ ده بالشبشب. ايوه كده. يا حبيبتي really I miss you baby. Oh when you have to go give me a hello baby. طب اصبري انت بقى كده لحد ما اشوفك.
مش مصدقاني وغلاوتك لا تقولي بابا وماما. يعني هو ممكن دلوقتي حبيبتي تقفل الخط عشان انا ظروفي صعبه، في عيون مش حلوه. باي يا حبيبتي، يلا سلام بقى. طبعا ايه يا عم ابو لهب، شيشه وبنات وباي باي وهاي طبعا. عامل زي المنشار يا اخويا، طالع واكل نازل واكل، لومه بره وسوزي وموزي وفوزي وكوجي كلهم جوه. ما تراعي اصحابك، اختشي على دمك، ظبطنا. راعي ايه النق ده اصلا، وايه السواد اللي طالع من العيون ده؟ لومه دي يا حبيبي ماي هارت، حبيبه قلبي. البنات اللي بره دول زيس كان براكتس. طب ما تاخدنا احنا كمان براكتس. براكتس؟ براكتس دي محتاجه ابراز. ايه ده، هو احنا لازم نحلل؟ وانت كل حاجه واخدها على جوه. يا حبيب قلبي ابراز دي يعني تبرز ماني، فلوس. الموسس محتاجه فلوس عشان تعيش. ها ايه انت بتسمع سيره الفلوس ودنك بيجيب سايلنت على طول؟ ما خلاص يا ريشه، هندفع بس ظبطني. اظبطك؟ طب سحلبني. نعم؟ سحلبني. بيقول لك سحلبه. يا سمبتي قوي قوي يا مهندم، اسمع تزورنا الليله يا فندم. يا سمبتي بس ما تقول يا واد انت وهو. يا سمبتي خالص يا مهندم، اسمع تزورنا الليله يا فندم. ايه يا نظمي، انت مرجعني ايام الظهر بيبرس وتقول لي هي دي المتعه؟ اللذه في الماضي يا شقيق. يعني هو الماضي انك تلبسني مفرش سفره وثعبان؟ ثعبان؟ خلاص قلبت معاكم قريش. ايه يا جدعان يا معلمه، خلصي من الاخر وقولي لنا نظام الماني ايه؟ الماني؟ كل واحد فيكم 500 جنيه. ايه؟ لا سيبوني على القلعه دي. ايه؟ شوفي حضرتك انت بتكلم عمتك. معلش. شوفي يا قبلتي. اخرس يا كلب. شوفي يا تنت، نظام ما تيجي ونسميه مليجي ويا اختي كلتي واتنفختي ده مش هياكل معايا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ عشان تحسسها ان احنا صيع. مش هياكل معانا لان انا اعرف من الاخر صاحبي ده. وانت تعرفي حاجه يا اختي؟ لو النبي يا اختي مهر. ايه؟ لا ده انا عاملها قبلك. انت بتكلمي ريشه ونظمي ام الاجنبي. بص يا معلمه، احنا نتكلم في الماني، لا 500 جنيه ولا ديوله. احنا من الاخر كده كل واحد فينا هيدفع 100 جنيه وبالقسط طويل الاجل. 100 جنيه يا اخويا انت وهو. بقول لكم ايه، النسوان دي بقى ما تنفعكمش. يلا يا بنت انت وهي على بره يا بنت، يلا. المية قال. شفت لما زعقت فيها هتجيب لنا حاجه من على وش القفص. خشوا يا بنات. ايه ده؟ يا نهار اسود. اي حركه هضرب في استكمال. مكانك يا كلمه يا كلمه يا كلمه. قاعدين مع بعض يا كلمه. انت الله يخرب بيتك يا رزمي الكلب، سابنا وخلع. منه لله. انا براقبكم يا كلمه وعارف كل حاجه وبتدفعوا فلوس يا ده انا عمري في حياتي ما دفعت فلوس. ايه يا فانتوماس؟ يس سير. شد قوي. يس سير. يا غبي انت بتربطني معاهم. والله العظيم 3 ده بوديك في داهيه يا فانتوماس الزفت ده. انتوا اللي هتروحوا في داهيه واحد يا كلبه، وهتشوفوا انا هعمل فيكم ايه. ايه معصلك؟ ايوه كده. هتشوفوا انا هعمل فيكم ايه يا كلبه. لعلمكم انا ممكن ابلغ معالي الوزير ووديكم في 60 داهيه. حقك علينا يا باشا، بلاش معالي الوزير هينفخنا. واحنا مش ناقصين نفخ يا سعاده البيت. اقول لك يا جدعان انا منفوخ على الاخر. انتوا نافخين على الاخر؟ على الاخر؟ طب لعلمكم بقى انا ممكن اسامحكم المره دي. ايه القمر ده؟ يا سلام، بلاش مجاملة. مجاملة ايه؟ طب تصدقي بقى ان انت احلى واحدة شفتها في حياتي. وليد بطل الكلام ده. كلام ايه؟ وانا لسه قلت حاجة. طب اسكت بقى، خليني انادي بسمة واديها هديتها. بسمة. هو سعادتك عزمت الدكتورة مين؟ لا. تلاقي الأستاذ وليد هو اللي عزمها. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ مين اللي عزم دي؟ والله أنا متفاجئ زي سعادتك. حاجة بسيطة كده لحفيدة حضرتك. ميرسي يا فندم على ذوقك. ميرسي يا فندم على ذوقك. دي للبنت مش ليك. الناس بره هتاكل بعضيها. انت لومه؟
ايوه زفت، عايز ايه؟ طب لو لينا اي حاجه بس بسرعه. متلقح عندك فين؟ ايوه شكرا جدا. يا مدهون انت واخد ايه؟ ها؟ انا مؤاخذه. خد ده، اتكل على الله. يا عم فتح بقى. الحاجه فين اللي الناس هتاكلها؟ حاجه ايه؟ ها؟ حاجه ايه؟ ان الناس هتاكلها. ما تسمعش دي ولا ايه؟ خد اتكل على الله. لولا الملامة يا هوا لولا الحلاوة. اتلم. ايه اخد حتة بس بعد ما اخلص توزيع. طب اخد اكتر من الحلاوة ما تتلم يا نظمي. احنا جايين نلغوص في الجاتوه. ها؟ يعني ودنك ما سمعتش الا دي؟ ها؟ ما قلتليش صحيح، ايه اخبار لندن؟ تمام. على فكره يا وليد، انا كلمت وزير الخارجيه والراجل رحب جدا. بكره بقى يا بطل تروح تقدم اوراقك هناك. بصراحه يا بابا كان في موضوع مهم عايز اكلم حضرتك فيه. اتكلم يا حبيبي. الحقيقه انا طول الفتره اللي فاتت كنت بحضر دبلومه في الاخراج المسرحي. بتقول ايه؟ انا اسف يا بابا، ما قدرتش احضر دبلومه العلوم السياسيه اللي حضرتك كنت عاوزها. بسمع يا حبيبتي، اطلعي اوضتك وانا خليهم يطلعوك الاكل فوق. يا بابا انا كنت عايز اقول لحضرتك من الاول ان انا انت ايه؟ انت كذاب، كذاب و60 كذاب كمان. سبب حالة بتضحك على ابوك، سبب حالة بتفهمني انك بتدرس دبلومه في السياسه. بابا ارجوك تفهمني، انا ما لقيتش نفسي في السياسه. كفايه ان حضرتك اجبرتني ان انا اخش كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه غصب عني. وبعدين ده مستقبلي. مستقبلك انا ادرى بيه يا استاذ. ايوه ادرى بيه منك، مستقبلك في السياسه. بس ده حلم يا بابا. حلمك ده هيبقى كابوس عليك وعلى العيله كلها لو ما كنتش تكمل مسيره العيله وتبقى وزير. وعشان حضرتك وزير يبقى انا كمان لازم اطلع وزير. طبعا. ايوه يعني لو حضرتك كنت موظف صغير كان لازم انا كمان اكون موظف صغير. يا ابني ارجوك بلاش الفلسفه الفارغه بتاعتك دي، افهمني، انا مش ضدك ولا ضد مستقبلك. انا اخوك الله يرحمه لو كان لسه عايش هو اللي كان هيحقق لي الحلم ده ويحافظ على مكانه العيله في البلد دي، لكن اعمل ايه؟ ربنا افتكر ومبقاش قدامي غيرك انت. انا اسف يا بابا، مش هقدر احقق لك حلمك. انا شايف مستقبلي في الفن. وليد يا ابني ارجوك بلاش تكسرني. انا ما اقدرش اكسرك، بس انت كمان ما تهدنيش. يعني ده قرارك النهائي يا وليد؟ ايوه. اوكي يا وليد. بس خلي بالك انا مش هسيبك ابدا تهد كل اللي انا بنيته علشانك وعلشان العيله دي ابدا يا وليد، فاهم؟ مش كفايه كده تسخين بقى يا نظمي؟ يا بنتي شويه كمان، عندي شد في العضله الضمه بسخنله. اتدلع على كيفك اتدلع يا ولد، وروح وابعت لي طيفك وانا اقول له المساله. يا ولا يا ولا والله ما عملت حاجه. مصدقك يا حبيبتي مصدقك. انا لفت في الحديد وعايز ارفعها دلوقتي وانا عايز انزل الملعب واسخن. خرجوني من هنا خرجوني من هنا. انا عندي شد في العضله الضمه. كنت قلت لي وانا بفولك يا رحام. واتدلع على كيفك اتدلع. امال لو كان شكلك حلو شويه كنت عملت ايه؟ كنت عملت ايه يا اخي؟
الماتش اصلا اتلغى. انا هقطعك. فكك بقى من الحوار ده يا نظمي، مش هتعرف تثبتني تاني. قول انك معفن. اصلك معفن. قول المعفن اللي زيك ما يتلمش على المعفنين اللي زيه. اصل المعفن اللي زيك ما يتلمش الا على المعفنين اللي زيه. قول له من الاخر كده وعلى سيراميك انت ما تلزمنيش. من الاخر كده وعلى سيراميك انت معفن ومنتن وما تلزمنيش. قول له غور واقفلي السكه. غور واقفلي السكه. ايوه كده، خليكي عندك كرامه. انا معفن يا لومه، انا معفن بعد الضرب اللي خدته ده كله. معفن وجزمه وحمار عشان يبقى معاك لهطه القشطه دي وتروح تشتري تروح تقط بره. يا اسف عامي، ما تخلينيش اسيح ولا اجيب لكم العار. ان كان كده ماشي، بس بصراحه يا نظمي انت فعلا معفن. حرام عليك تكسر قلب المسكينه اللي حبيتك دي. ايوه حرام عليك يا اخويا تكسر قلب المسكينه دي. يا ابني في ايه؟ انتوا مالكم هي في ايه؟ اخرس يا كلب. ايوه احنا خدنا قرار ما نجوزكش الاموره دي غير لما نوافق كلنا. طب يا يوسف وهبي باشا، انا بحبها وعايز اتجوزها. بره يا كلب، حفاه عبيد وراه، بره السرايا يا كلب. طب ما تتجوزها، هو حد منعك؟ لا هو بقى المايه بس تمشي شويه وهجيب لها عفش يليق بمقامها. حد كان طلب منك عفش؟ انا عايش معاك على عفش داي. شفت؟ هتلاقي واحده زيها فين؟ ان كان كده يبقى مالكش حجه يا نقول مبروك. ايه مش قلت لك ده مش بتاع جواز؟ انا مش بتاع جواز. طب ايه رايكم ان انا عندي استعداد اتجوزها دلوقتي والفرح الاسبوع الجاي كمان؟ نسيبنا الحكومه. قرايب قرايب نسايب نسايب. احنا بنحيي الليله، بنحيي كل راجل جدع جه من بلد لبلد وقدرنا. بنحيي ملازم اول طيار نظمي شركه حديد مصريه وفرحنا 100 شركه حديد مصريه وفرحنا 100 حاسب يا عم. وليد باشا لطفي، وليد باشا لطفي وريشه وفهمي يا عم نظمي ريشه. معلم هوبة بصبح المس على ابن حتته نظمي وبهديك الأغنية من قلبي بالمحبة والقلب الحزين. اسمع. يا اخوانا مش عايز بابا في حد يتجوز بابا. لما قابلته وهبت لي ريحته والنعمة ده انا كنت ارجع. مش ولا بد سكن ده مش ولا بد سكن ده ما فيش خالص ولا ميزة
يلا كل ده درس معايا بقى. خش كبير يا ايوه، خش بصدرك قوي، هو ده. خش كبير يلا. وسع يلا. معازمكم الحزن انفجروا وشافوا شكله واتقهروا. معازمكم الحزن انفجروا وشافوا شكله واتقهروا. وبص شوفي هنعمل ايه؟ نعمل نجيب لك خبر. طيب اخي 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 يا اختي يا اختي يا اختي اخي 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 يا اختي ولا ولع الفرح يلا. اسمعني كويس، انا عاوز مراتك. ايه ده يا باشا؟ ايه اللي بتقوله ده يا سعاده الباشا؟ انا محتاجه معايا بجد. الله الله، عيب يا سعاده الباشا، ما يصحش كده. ما يصحش ايه؟ دي فرصه ما تضيعهاش، وهدي لك اللي انت عايزه. الله يا سعاده الباشا، عيب ما يصحش كده. طب يعني حتى سيبها ليله الدخله. انت فهمت ايه؟ انا مش عاوزها ليا، انا عاوزها للفرقه. وكمان للفرق يا ليلى ساره. لا 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 لا، ما يصحش كده. اوعى تزودوها قوي، والله انا اقول لابوك. صباح الخير يا دكتوره مي. صباح النور. ايه اخبار عينات الاسمده اللي بعتناها للتحليل؟ ايوه يا دكتور، وانا مستنيه نتيجه التحليل من المعمل. طب يا ريت اول النتيجه ما توصل تبعتها لي على المكتب فورا. حاضر يا فندم. شكرا. واد نظمي اتجوز ابن المحظوظه. بخت امه. ايوه مين؟ ايه ده، هم نايمين ورا الباب ولا ايه؟ ده واضح ان العروسه هي اللي نايمه ورا الباب. زمان كان الواحد يقعد يخبط على العرسان ساعه وبرضه ما يفتحوش. ده زمان، دلوقتي ممكن يفتحوا قبل انت ما تخبط اساسا. والله العظيم بالشبشب. يلا يا جماعه انا مش عايز اخش. طب ايه، هنمشي ولا نستنى الشبشب ولا هنعمل ايه؟ ايه؟ انا عرفت الشبشب لمين؟ الا لابن الهرمه. يا عيتك السود حلو. مالك يا لومة؟ مالي على الله يا ست. بس امال مالك لابسه اسود ليه؟ على خيبتي. ما هي اختي خيبة الامل راكبه جمل، ما لحقتش افرح زي بقيه البنات. امال ايه اللي حصل؟ ايه حصل؟ ده اللي حصل واللي جرى لا ينكتب ولا ينقرا. ما اقدرش اقول لك على اللي حصل. خلاص عرفت. تعالي يا اختي تعالي. خساره بجتتك الحمام والبطارخ اللي كلتهم يا واطي. بالشبشب يا نظمي. ايه الشبشب؟ بصراحه يا جماعه من حقها تغل في الشافي. وعامل لي فيها رشدي يا باظه، ده انت ما حصلتش تاني. يا جماعه بالراحه على الراجل، يمكن عنده ظروف ولا حاجه. قول لهم يا وليد بيه ان ده عطل فني وبكره بس هيرجع تاني. ده طلع بس تجريبي. بس خالص، اوعى ولا كلمه. الراجل ده ان شاء الله هيبقى زي الفل. موت يا حمار. اوعى تظلم الحمار، فاهم؟ هو في حمار في الدنيا يعمل العمله السوداء اللي عملها البغل ده؟ خلاص بقى. بص يا نظمي، انت اليومين الجايين دول تحاول تنزل الشغل، يمكن ربنا يفرجها عليك يا راجل. هي كلها يومين بس، ادوني يومين. شويه جبار على شويه استاكوزا والميه تجري في المواسير. يا عيني يا عيني يا عيني على الولد. يا عيني يا عيني يا عيني على الولد. جواز نصري من لومة عاطل. حضرتك بتقول ايه يا فندم؟ المواد الكيماويه والمبيدات اللي انت بعتيها وسرطانه. سرطانة؟ سرطانة ازاي يعني؟ ادي نتيجه التحليل. حضرتك واقيها بنفسك. أنا بصراحة مش مصدقة. أنا مش فاهمة حاجة.
حضرتك انا اتاكدت من نتيجه التحليل اول ما جات لي، وفعلا العينه بسرطان. انا الحقيقه مضطره استاذن. ميرسي قوي يا فندم. الو، انت فين؟ انت فين حالا؟ بقول لك ايه، سيب اللي في ايدك، انا لازم اشوفك بالليل. بالليل بقول لك. ايه بقى؟ ايه؟ 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 النهارده يعني انت قافله يعني. قافله؟ قافله ايه؟ قافله كله كويس؟ الحمد لله كله كويس. لا مش كويس، ده في الجون في الجون في الجون في الجون. يا بنتي الايه؟ استاذ شوقي انت متجوز؟ انا؟ طبعا متجوز انسانه كامله متكامله. هي حلوه مراتك؟ مراتي؟ يا سلام، اخلاقي ادبي حكايه مراتي دي. هي نفسها حلوه؟ نسب، ده عندنا نسب بقى، ونسب حاجه تشرف، نسب جامد. شكلها حلو؟ عليها صينيه بشاميل تاكلي صف ولا محشي هي نفسها حلوه؟ خلاص سمعتك، شفتيني ما ردتش عديها. ايه مفيش رحمه. قولي امين. امين يا رب. اوعي تنسي نفسك يا سعديه، ده انا اللي عملتك، ده انا اللي نظفتك، فتحت لك شركه وركبتك عربيه. مش ناسيه يا رسمي، بس انت كمان ما عملتش ده عشان سواد عيون، انت عملت ده عشان تشتغل في الدرة، بعيد يعني عن عيون الحكومة. والله والقطه فتحت وبقت بتفهم. طبعا فاهم، بس اللي ما كنتش فاهماه بقى ان الشحنه مسرطنه، واني ممكن اروح في 60 داهيه بسببك. وانا ما يرضينيش تروحي في 60 داهيه بسببي. جرى ايه يا رسمي؟ ما تيجي معايا في الدغري كده وفهمني انت ناوي على ايه بعد التقرير ما طلع الشحنه مسرطنه. التقرير هيتغير. يتغير ازاي؟ كله هيتظبط، وبالفلوس تتغير النفوس. انت تقصد نرشي اللجنه؟ ايه الكلام البلدي ده؟ ايه نرشي؟ اللجنه كلها متظبطه ما عدا واحده. مين دي؟ واحده اسمها مي، دي لعبتك، انت اللي هتظبطيها. انا عارف مفاتيحها، اصل كلونها معصلك معايا. طيب يا رسمي، طالما اللعب بقى هيبقى على كبير قوي كده، انا كمان نصيبي لازم يكبر. الله 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 الله، دخلنا في الطمع. حقي ولا مش حقي؟ حقك بس ايه دي فيها كلبشات يا روحي. خلاص نخليها 10%. 50%. عشان خاطرك 20%. 30%، وده من الاخر يا رسمي. صحتك. دكتورة مي، صباح الخير. صباح النور. معلش ممكن اخد من وقتك 5 دقايق بالظبط؟ معلش ما تقلقيش مش هاخرك، 5 دقايق. اوكي اتفضلي سيدي. انت جايه لي الوزاره هنا عشان تعرضي عليا رشوه؟ لا لا لا، رشوه ايه يا دكتوره؟ دي هديه من اخت الاخت. اولا انا ما باخدش هدايا من حد، ثانيا احنا مش اخوات. يبقى اكيد المبلغ مش عاجبك. على فكره انا ممكن اوصله ل2 مليون. لو وصلتي المليار انا لا يمكن ابيع ضميري ابدا. ضمير ايه يا دكتوره؟ في ايه يا مي؟ انا مش مصدقاكي. فوقي لنفسك، بصي زمايلك شوفيهم عايشين ازاي. انا ما بشوفش حد وعيشي انا راضيه بيها. مي احنا بنات زي بعض، انتي اكيد محتاجه فلوس، يعني تشتري عربيه شيك، فيلا شيك في مكان محترم تشرفك ساعه ما الوزير يتقدم لك لب. متزعليش مني يعني، على الاقل كده يحس انك من مستواهم. انا لو ارتباطي بابن الوزير مربوط بالفيلا والعربيه يبقى ما يشرفنيش ان انا ارتبط بابنه. عن اذنك يا استاذه. قديمه قوي.
من الاخر يا دكتور هاشم، انت لازم تغير التقرير. انت بتقول ايه يا اسم بيه؟ اللي انت سمعته دلوقتي. لا انا مش هقدر اعمل كده. لا انا كده ازعل منك. لا وتخليني اطلع القديم والجديد وملفاتك وسيديهاتك واعرضها على معالي الوزير عشان يعرف فضايحك. لا لا يا رسمي بيه، دكتور هاشم لا يمكن يزعلك ابدا، وبعدين اكيد هو عارف انه مصلحته معاك. خلاص بقى صرف انت معايا يا ياسمين. قولي بقى يا هشمتي، انت بقى بتحب المايو القطعه الواحده ولا القطعتين؟ ليه؟ انت جايباه من كنتاكي؟ مستر ديفيد، اعرفك بمدام شيري اللي هتدخل الشحنه باسم شركتها. ما تقلقش يا مستر ديفيد، كل حاجه ماشيه تمام. بولا هازون امتيك باتسا يهيا بنينو اساكراف مو رسمي. الصفقة دي لو تمت مستر رسمي هيبقى في بيزنس بيننا وبين حضرتك كبير قوي. لا اطمن مستر ديفيد، العمليه هتتم وبسرعه كمان. انا مخطط لكل حاجه صح. والبيزنس ده بقى ماليش نصيب فيه يا مستر ديفيد؟ لا انا كده ازعل منك. الكلام معايا. انسي مستر ديفيد. التورته بتاعتي وانا اللي هقسم. على قد بقك هديكي نصيبك. لا مش قوي كده، اقفلي. انت كده هتاخدي التورته كلها. هنقضيها كلام ولا ايه؟ ما تيجوا نعيش شويه بقى. عيشينا يا اختي عيشينا. عيش يا ديفيد. يعمل اللي يعمله. انا خلاص ما بقتش قادر استحمل تحكمه في حياتي اكتر من كده. طب اهدى بس يا وليد، وبعدين انت لازم تعذره، ما انت كنت لازم تقوله من الاول. ما كانش هيوافق يا مي، ما انت عارفاه. وبعدين دي فرصه عمري وجات لحد عندي ان انا ادرس مسرح في لندن، كنت اضيعها؟ طب يا حبيبي هتعمل ايه دلوقتي معايا؟ ولا حاجه. انا هفضل ورا حلمي لحد ما احققه. هشتغل في المسرح وهنفذ مشروعي. تعرف يا وليد، انا كل يوم بحبك اكتر من الاول. بحب فيك اصرارك وطموحك. وانا بموت فيكي وبحب وقوفك جنبي قوي. السفريه اللي جايه لازم تبقي مراتي. يا باشا ده ملف الشركه العالميه. ايه الاخبار؟ كله تمام يا باشا. ده اسمه. العينات طلعت سليمه، وتقرير اللجنه موجود عند سيادتك هنا في الملف، والعرض اتقبل من لجنه الشراء لانه اقل سعر. كويس كويس. سيب لي بقى الملف ده اطلع عليه بنفسي، وبعد كده نحدد ميعاد مع مدام شيري علشان نمضي العقد. تحت امر سعادتك. باشا يوترن يا موزس، يوترن. ايه رايك؟ ايه ده القفله دي؟ ايه اللي انت جايبهم دول؟ ايه يا باشا في ايه؟ بقول لك انا عايز اعمل مسرح استعراضي، مش عايز اعمل ملف في الاداب. لا يا باشا دول من ملف على الدائري، تفرق. هقول لك ايه؟ ما انت مش هتفهم حاجه. ما ينفعوش ما ينفعوش يا باشا اللي ما ينفعش معاك ينفع معايا. للخلف ضر يا موزس. ده حتى اللي ليه ظهر ما يتربش على بطنه يا باشا. ما تقلقش يا وليد. طب تعرف، انا حاسه ان انت هتلاقي البنت اللي انت عايزها، وهتعمل مسرحيتك وهتنجح وهتبقى احسن واحد في الدنيا. يا ريت يا مي. المهم انت طمنيني، اخبار شغلك ايه؟ ماشي كالعاده. انت عارفه ان شاء الله بعد ما اعمل المسرحيه وتنجح هاجيلكوا البيت عشان اتقدم لك رسمي. بجد والنبي يا وليد؟ طبعا بجد. انا خلاص ما بقتش استحمل ان احنا نبعد عن بعض. لازم نعيش تحت سقف واحد بقى. ايوه بس تفتكر باباك هيوافق؟ يوافق ما يوافقش هو حر. دي حياتي وانا اللي لازم اختار. خليك ليا. بحبك. وانا اكتر. مالك يا بت؟ لابسه اسود ليه في شهر العسل؟ اسود ومهبب عليك وعلى اللي جابوه. ليه كده بس؟ شهر عسل ايه؟ ده شهر بصل يا اخي. ايه هو طلع؟ اسكتي. واكلته لحم واكلته عكاوي واكلته كوارع وفتة عدس. يا عيني عليكي، ما كان قدامك السابع واسالي النسوان عليا. يا اخويا تنيل بنيله وسيبني في حالي بقى. طب وعز جلالة الله، لو انا اللي كنت كلت فتة عدس لكنت كسرت الدنيا ولا
حبيبي فتت عدس وبصلة خضرا واديته 5 جنيه للتاكس راح أجر عجلة صوتك نابع أشبع وفضلت أقول يا دكر لما قلبي انفطر يا دكر. هاتلينات من كهرمان احلى ظبط واحلى حاجه للزبون علشان جعان الجميل على طول لهفهم بالعجل حتى وسط الاكل كان فحم مبصر الجميل على طول لهفهم بالعجل حتى وسط الاكل كان فحم مبصر كل ودلع ثم سلع وترنح شبح لما صوتك نابع أشبح وفضلت أقول يا دكر لما قلبي انفطر ردت حبيبي فاتت عدس والبصلة خضرا واديته 5 جنيه للتاكس راح أجر عجلة. بقى يا عم هروح اقعد مع الشيش شويه. يعني ايه؟ عايزه تسيبيني وتنفردي بشاب؟ يقولوا عليا ايه؟ جنتل؟ اقول لك سر؟ ايوه. اصله بيحبني. بيحبك؟ لا اذا كان كده مفيش مشكله، كده ربنا يوفق ايدينا على بعضها. كده عشان انا كده بقيت جنتل. وحشتني قوي. وانت كمان. المهم هتعمل ايه في موضوع خطوبتنا؟ خلاص هتقدم لك بعد امتحان التاريخ. تاني يا شيف؟ مش انت قلت لي ان انت هتيجي تتقدم لي بعد امتحان الحساب؟ مش انا جبت كحكه وما كانش ينفع اتقدم لك؟ شكلك كده بتلعب بيا. يوه ماشي، ربنا يرزقني بعيل يكون راجل في كلامه. اهلا بحبيبي جدا. قولي لي اخبار المذاكره ايه؟ ماشيه. ماشيه يعني ايه؟ يعني سقسع النيب. ايوه ما انت قلت ايه؟ سقسع النيب. ايه سقسع النيب ده؟ انت بتتكلمي بأنهي لغه؟ لغه الفصحى العربيه. لغه الفصحى العربيه؟ قصدك اللغه العربيه الفصحى. بس دي مش لغه العربيه الفصحى، دي مش لغه عربيه خالص، دي ما حصلتش حتى لغه توك توك. كفك يا جدو. كفك يا جدو؟ جرايك ايه يا بسمه يا حبيبتي؟ مين اللي بيعلمك الحاجات دي؟ يا فهمي فهمي. ايوه يا باشا. حط لنا يا ابن الست، سمعنا حاجه تهدي اعصابنا. امرك يا معالي الوزير. سقسع الناب لغه ايدي. ستي لما يا عيني لما يا سيدي لما الظاهر ان انا جاي من كوكب ثاني. والست لما ايه؟ لما الغسيل؟ اوعي اوعي من وشي. يا سيدي لما. اتفضل يا استاذ شريف، اتفضل. اهلا وسهلا. تعالى يا فانتوماس، حط الورد، حط الورد يا فانتوماس. بقول لك ايه، لطفي بيه جوه. يا عم وانا شايفك لما اشوف لطفي بيه عايز ايه يا نظمي؟ نظمي ايه؟ بقول لك ايه، يلا بسرعه. يا شربات، بيلي شربات، يلا بسرعه يا لمونه. لمونه مين؟ انا فهمي. وانا يعني نظمي. اتفضل يا سعاده الباشا. اهلا استاذك يا شريف باشا، اتفضل. اهلا وسهلا. مساء الخير يا سعاده الباشا. مساء الخير. مساء الخير يا شوقي.
اتفضل اهدى كده. مين ده؟ يا فندم؟ مين ده؟ ده الاستاذ شريف جارنا ويعني زميل الانسه بسمه في المدرسه. اهلا وسهلا يا حبيبي، اهلا. لا لا سعاده الباشا، الموضوع مش كده، الموضوع موضوع خاص، موضوع عائلي يعني. فهمت. اكيد عنده درس مع بسمه مش كده؟ لا الصراحة يا عم حضرتك عارف يعني أصل يعني ايه؟ أصل ايه يا ابني؟ انت عايز شوكولاته؟ لا بطلتها من سنة ودلوقتي شغال في المصاصة. تاخد لا انا بطلتها من 50 سنه دي. في ايه يا شوكت؟ انا مش فاهم حاجه. ايوه انا سعاده الباشا بصراحه يعني هتتكلم فيه ايه؟ بصراحه الاستاذ شريف جاي وكله امل انه هو يخطب الانسه بسمه. انت مجنون؟ ايه الكلام الاهبل اللي انت بتقوله ده؟ سعاده الباشا الاولاد بيحبوا بعض، وبعدين الولد داخل من الباب، لا دخل من الشباك ولا نط فوق المواسير. مواسير ايه يا مجنون انت؟ انت ساكت؟ بتضحك؟ ايه ده سعاده الباشا؟ الموضوع كله خطوبه، الجواز ان شاء الله هيكون بعد 15 20 سنه لما يكون نفسه ويكبر كده ويبقى تمام التمام. والله عجبنا نكمل، ما عجبناش نطلقها. تطلق مين؟ حبيت انا تتطلق يا مجنون يا عيب. انا قوم خد الواد ده وامشي. معي سنه شغل عيال. اتفضل يا حبيبي. بص المصاصه دي بره، يلا يلا امشي امشي. اضحك يا وليد اضحك. انا مش عارفه ليه جدو بيعمل معايا كده. معلش يا حبيبتي، انت لسه صغيره، بكره لما تكبري شريف يتقدم لك وجدك يوافق ان شاء الله. دي خطوبه بس مش جواز، مش احسن ما اخرج معاه من وراهم؟ عيب، مفيش بنت حلوه زيك تقول الكلام ده. وبعدين يا حبيبتي الصبر جميل وكل مشكله وليها حلال. انا عرفت، مش بيقولوا البنات اللي هما بيهربوا مع الصبيان؟ ليه بيهربوا مع الصبيان ليه؟ عشان اهاليهم بيرفضوا العرسان. استرها يا رب. انت بتقولي ايه؟ بقول لحضرتك ان التقرير اللي انا كتبته بيقول ان العينه مسرطنه. ازاي حضرتك توافق عليها؟ مسرطنه؟ ايوه يا فندم، تحليل العينه اثبت فعلا انها مسرطنه. ايوه بس التقارير اللي عندي بتقول ان العينه سليمه. عينه سليمه تبقى اكيد مزوره. مزوره ازاي؟ اذا كانت امضتك انت عليها وكل زمايلك ماضيين، حتى الدكتور هاشم شخصيا ماضي. امضتي انا ازاي؟ انا ما مضيتش على اي اوراق. يبقى 100% الكلام اللي انا بقوله مظبوط وفعلا التقارير دي مزوره. حضرتك لازم تتاكد بنفسك. ما تخافيش يا شيري، انا مظبط كل حاجه. لا يا رسمي، اللي اسمها مي دي شكلها مش سهل خالص، دي ممكن تخرب علينا. تخرب على مين؟ لو فكرت تخرب عليا وعلى اعدائي. طب والوزير هنعمل معاه ايه؟ لا اطمني، طالما اللجنه قالت اوكي على الشحنه، الوزير هيقطع امضته على الورق. الوزير يهمه ان الورق يكون سليم واحنا في السليم. سليم يا قمر. سليم. سلام. سلام. يا فندم دي طلبت مني رشوه عشان ما تكتبش تقرير رفض الشحنه. والله ما حصل يا فندم، ده هي اللي طلبت مني ان انا اغير التقرير بتاعي علشان اكتب ان العينه سليمه. وانا هعمل كده ليه يا دكتوره؟ اذا كان الشحنه والعينه سلام. طب حضرتك ممكن تسال دكتور هاشم رئيس القسم. انا فعلا سالت وكلهم اكدوا لي ان العينه سليمه. ازاي ده؟ اكيد في حاجه غلط، اكيد رشتهم. لا ما يصحش كده يا دكتوره، دول مهما كان برضو زمايلك. فعلا يا دكتوره لاحظي ان انت كده بتتهمي زمايلك من غير ما يكون معاكي اي دليل. يا فندم العينه موجوده وحضرتك ممكن تتاكد بنفسك. على العموم انا هشكل لجنه جديده تفحص العينه دي وهشرف عليها بنفسي. يا عيني على الشفافيه. انا طول عمري شفاف. يا جماعه ما تقلقوش، انا بدلت العينه الفاسده بعينه سليمه، واي لجنه هتفحص ورانا هتاكد الكلام اللي انا قايله. وتقرير مي؟ لا ملوش لازمه، طالما العينه الجديده طلعت سليمه يبقى تمام التمام. وتاكد كلامك ان الدكتوره مي طلبت منك رشوه. يا جماعه انا كده خلصت مهمتي. قبضين مكافاه يا شيري. ماشي. ايوه كده يا راجل، ايوه كده، خليك معايا تبقى في السليم. ماشي. تقيله قوي المكافاه. لا ما تفتحش الشنطه،
الفلوس تتقل بركتها يا راجل يا بركه. انا بركه؟ ده انت حبه البركه. يلا سلام. تقرير اللجنه اللي انا شكلتها اثبت برضو ان العينه سليمه يا دكتور. ازاي الكلام ده؟ بس حضرتك انت كمان هتكدبي اللجنه اللي شكلها معالي الوزير بنفسه؟ لو سمحت ما تتدخلش في الموضوع خالص. دكتوره علي صوتك في مكتبي. انت موقوفه عن العمل ومتحوله للتحقيق. بس يا فندم ارجوك افهمني. اتفضلي بره المكتب. انا كنت قلت لك اتفضلي. اتفضلي. انا كنت مخدوع فيكي. ايه ده بس يا باشا؟ صحيح. معلش ايه ده يا باشا؟ حاجه غريبه. انت طبعا عارف سعادتك ان انا بحب سعادتك قد ايه، وبعتبر نفسي من خدامين معاليك يا فندم، واي حاجه تمس الاسره عندك تمسني انا شخصيا. في ايه رسمي؟ خلص انت راخر. موضوع خاص بوليد ابن سعادتك والدكتوره مي. ايه؟ بكره بقى هشيك في حته احلى. اتفضل. صح يا وليد؟ ايوه يا بابا. طب نتكلم تاني بعدين. مع السلامه. اتفضل يا بابا. كنت عاوز اتكلم معاك كلمتين. تحت امرك. اتفضل. ايه يا وليد؟ انت مش ناوي تتجوز بقى؟ اتجوز؟ تتجوز. هو في حاجه ما تتجوز؟ لا ما فيهاش حاجه، بس انا ما بفكرش في الموضوع ده اليومين دول. ليه يا اخي؟ احنا حتى عاوزين نفرح من ساعه وفاه اخوك الله يرحمه هو ومراته، واحنا ما فرحناش ابدا. الله يرحمه. مسير الفرح يخش بيتنا يا بابا، بس لما يجي اوانه. اوانه جه يا سيدي. انا بقى يا وليد جايب لك حته عروسه كل الشبان هيحسدوك عليها. انجي بنت السفير عاصم، ما انت عارفها. طبعا عارفها. اظن بقى يا وليد يا ابني عروسه تمام التمام، حسب ونسب وبنت ناس طيبين، وعلى الاقل عيله من مستوانا مش من المستوى اللي انت بتفكر فيه. حضرتك تقصد ايه يا بابا؟ قصدي انت فاهمه كويس قوي يا وليد. ابعد عن مي دي، ما تنفعناش. وليه ما تنفعناش؟ بنت متعلمه وبنت ناس، وفوق كده انا بحبها. مفيش حاجه اسمها حب، في حاجه اسمها مستوى اجتماعي. سيبني انا اختار لك شريكه حياتك. ليه كده يا بابا؟ إذا كان من حقك إنك تختار شريكة حياة ابنك، فمن حق ابنك إنه يختار شريكة حياته. هقوم يا جمال. والله يا بنتي أنا مش عارف مين المفروض يوكل مين. أنا اللي أكلك يا جدو. ده أنت روح قلبي. طب ممكن أسألك سؤال؟ ممكن تسألي. وأنت صغير، مش أنت برضو كنت صغير؟ طبعا. امال يعني تفتكري ان انا نزلت من بطن امي بالحجم ده؟ طبعا كنت صغير قد كده، وشويه شويه قعدت اكبر لغايه ما بقيت يا جمل. طب كان نفسك تبقى ايه؟ كان نفسي ابقى، بس ده سر لو قلت لك عليه اوعي تقوليه لحد. سرك في بير يا جدو. خلاص ما دام في بير اقول لك. انا يا ستي وانا صغير كان نفسي قوي ابقى لعيب كوره زي شيكابالا. طب ليه ما طلعتش لعيب كوره زي شيكابالا؟ والله يا بنتي انا المذاكره كانت واخده كل وقتي، ما كانش عندي وقت اتمرن كوره. طب لو رجع بيك الزمان هتحقق حلمك؟ اكيد طبعا هحقق حلمي. طب ليه وقفت امام حلم عم وليد؟ قوم يا بنتي، يلا خدي البتاع اللي بتوكلهولي ده، يلا يلا من هنا، يلا يلا امشي. ايوه اضحكي على عقلي. جيل غريب. خلصت العصير بتاع الباشا؟ ها؟ خلصت العصير؟ ها؟ ايه الاخبار يا يوم؟ كله تمام الحمد لله. ايه ده بقى ان شاء الله؟ ده العصير بتاع الباشا. فانتوماس دوق العصير اللي يكون فيه سم. اوعى تمد ايدك على العصير بتاع الباشا. دوق يا فانتوماس. اوكي سير. ايه الاخبار ايه؟ في سم ولا لسه؟ يخرب بيتك، اشحال اذا ما كنتش بتدوق كنت هتعمل ايه؟
انا ضحي بحياتي عشان خاطر سياده الوزير. سيادة الوزير؟ امشي نطلع بره وتشرب كرومبو كده بره. ايه اوعى تكلم في التماس بالشكل ده، خد بالك. ده ساب شغله عشان يشتغل معايا. لعلمك المستشفيات كلها بتطلبه بالاسم اللي قدامك ده. ما لازم تطلبه بالاسم، هو شبه الحوره الشرجيه كده. استنى كده يا اخويا، بيطلبوا لي في المستشفى ان شاء الله. بيشتغل ايه؟ اللي قدامك ده بيشتغل منازع في القصر العيني. منى ايه؟ منازع، يعني لما العنابر في المستشفى تكون فاضيه ومش لاقيين شغل بيجيبوا فانتوماس هو وعيلته. ايوه عشان يعملوا ينازعوا يعني. يلا وريني يا فانتوماس هتعمل ايه؟ يا بطني. اكتر. يا كبدي. عيني. يا قلبي. ودني. يا ظهري. العيله كلها بتعمل سيمفونيه، المستشفى تشتغل. طبعا انا هرجعه لك المستشفى تاني. تعالى يلا، تعالى يلا بنت، تعالى يا وطي. يا لهوي يا سي وليد، هو انا انفع ابقى رقاصه؟ طبعا تنفعي. انت مش بس هتبقي رقاصه، انت هتبقي فنانه استعراضيه شامله. انت هتشتغلي معايا في المسرحيه بتاعتي وهتعملي دور البطوله كمان. لا ده خير. ما تخافيش. هتخافي من ايه بس واحنا مع بعض؟ يا روما انت موهوبه وحرام تدفني موهبتك دي. انت عارفه انا بحلم نرجع زمن الفن الجميل، زمن تحية كاريوكا وسامية جمال، نيلي وشريهان. طيب ونظمي؟ ما تخافيش، انا اتكلمت معاها قبل ما اقول لك اي حاجه. بنتي عبيطه، ما نفسكيش تبقي فنانه استعراضيه مشهوره كل الجرايد تكتب. ايوه. انت رحتي فين يا بنتي؟ معلش انا سرحت شويه. قلتي ايه؟ بس دلوقتي يعني انا هروح اغسل المواعين في المسرح.
الحمد لله اهي فاتحه اهي النهارده الحمد لله. شفت يا حبيبتي مقببه، انا عايزك تبقى مقببه زي النسوان تبقى كده. انت بقى تصرفي بقى يا حبيبتي، تروحي الجيم تنفخي عند العجلات، المهم بعد شهرين تبقى مقببه كده، فاهمه؟ ايه؟ لا سنتين ايه، هم شهرين. لو قلت 3 انا هخليهم من 4، لكن قسما بالله لو انت قلت 5 لا هعند واخليهم 6. هي دي بقى مراتك يا استاذ شوكت؟ ايوه مراتي. هي دي الكامله المتكامله. ايوه بس ما تنسيش المحشي بقى ورق العنب بقى وحكايه. هي صحيح كده يعني على المحاره، بس بعد ما لما تتشطب هتبقى زي الفل. يا حبيبي يا ابو ضحكه يا جنان، مليانه فران، حبيب قلبي. يلا مع السلامه. حمام ايه يا وليه؟ يا وليه حمام ايه؟ وانا بتاع حمام برضو؟ ما تزعلش يا حبيبي، ده انا شايفه بس صحتك بعافيه شويه. صحتي بعافيه شويه؟ يا بت عيب عليكي كده يا بت، ده انا وحش كاسر، اصرفيني كوارع. خد يا اخويا كوارع. هاتي. اسم الله عليك، اسم الله عليك ويغزي العين يا سبعي يا جمل. خد انا بحاسب على الكوارع دي ان انا هوقع البقر اللي في الحياه كلها. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. اديني جرجير. خد اديني. ايوه كده يا لومه. كل يا حبيبي كل. عشان تعرفي ان معاك الاسد. اللهم صل على النبي. يعني تعب. نربط بقى حلو. بسم الله ما شاء الله عليك، الله اكبر. 5 وخميس. زغرتي يا وليه زغرتي. يا اختي اسماليتين اسماليتين يا اختي. يا اخويا اغسل المواعين بلا وكسه، اهي حاجه تفلح فيها. انا مش قادر اكمل يا لومه، ما تعبت. تعبت من ايه يا اخويا؟ اكل ومرع وقله صنعه، اعمل بلقمتك. البره وجوه فرشتلك وانت مايل وايه يعدلك. نظمي الطيار خلاص هبط، ما بقاش في نظمي بح. ايه ده؟ هي كلها بقت كده؟ كنت فين انتوا لما كنا احنا؟ ايه ده يا ناقصك؟ شوف زي بعض طبعا، واقف مع نفسك. انا هحكي لك الحكايه من الاول. طبعا ما انت مش فارقه معاك يا عم، عندك اللي مكفيك، واكل شارب راكب واقف مطرحك، مش فارق. ايه يا نهار اسود؟ حتى ايه ده انت مفيش ولا ايه؟ حتى انت كمان. ما اصل انا نظمي كان منظومه بس وقع معلومه. طبعا مش فارقه معاك، ما هي باظت، اصلها باظت.
وخطة الإضاءة دي لازم تخلص الأسبوع ده. استاذ وليد دقيقة واحدة من فضلك. ريح 5 دقايق يا جماعة. احنا اسفين قوي، احنا جايين نبلغ حضرتك ان العرض اتلغى. اتلغى؟ يعني ايه اتلغى؟ استاذ وليد الأوامر اللي عندنا نبلغك إن العرض اتلغى. أيوه طب ليه؟ بقول لحضرتك دي تعليمات من سيادة الوزير ان العرض يتلغى. بعد البروفات اللي عملناها والتعب اللي تعبناه. احنا اسفين، ونصيحة مني يا ريت تحل مشاكلك مع والدك عن إذنك. سعادة الباشا، الباشا الكبير لعب الدنيئة. دنيء صحيح. ليه؟ كل اللي بتعمله ده ليه؟ عشان عايزك تكون احسن انسان في الدنيا. لا، انت مش عايزني اكون احسن انسان في الدنيا. انت عاوزني صورة لاخويا الله يرحمه، واللي مش قادر تفهمه اني مش هقدر. لازم احس بوجودي، لازم اعيش حياتي زي ما انا عايز. حياتك مش ملكك لوحدك، انت جزء مننا، من العيلة دي، من تاريخنا، وانا لا يمكن هسمح لك انك تهد التاريخ ده. وجوازي من مي هو اللي هيهد تاريخكم؟ وبعدين عايز افهم مالها مي، دكتورة محترمة ومثقفة واي عيلة تتشرف بيها. انت ليه محسسني ان انا مش ابنك؟ ليه يا ابني بتقول كده؟ ده انت دلوقتي ابني الوحيد. عمرك خدتني في حضنك، طبطبت عليا، كل اللي همك مصلحتك ووضعك ووضع العيلة، لكن انا ابنك لا. مش قادر افهم انت ليه مش عاوز تفهم انا بعمل كل ده علشانك انت. يا ابني انا عمري حرمتك من حاجه؟ حرمتني من اهم حاجه، من عنايتك. عملتني كاني موظف عندك بياخد اوامرك وبس. لكن خلاص، من النهارده مش هسمح لك تتدخل في حياتي تاني. هتجوز مي وهعمل المسرحيه اللي نفسي فيها، وهتحدى اي حد حتى لو كان انت. خلاص انت عايز ايه قوي يا جدو؟ الله يسامحك يا باشا، حد يعمل كده في ضلال؟ انا قررت اتبرى من العيله دي. انا ما شرفنيش ان لطفي باشا يكون ابوك. وبعدين يا وليد ناوي تعمل ايه؟ هنزل في اي اوتيل لحد ما اشوف هعمل ايه. ايه يا اخويا، تنزل في اوتيل؟ لا انت هتقعد معانا في البيت. لا ما ينفعش يا باشا، انت لازم تبات معانا هنا. معلش يا نظم، مش هينفع. تكون لومه متحرم عليا زي اختي لو ما بتش معانا النهارده. من غير ما تحلف، مناختك فعلا. عاجبك كده يا باشا؟ ينفع السياح ده يا باشا؟ اضحك يا باشا، اضحك، خليها حلوه. الله، الهم ما بينفعش. زي بعض. لو سمحت يا سعادة الباشا، يعني في موضوع عايزة أكلم حضرتك فيه. موضوع ايه ده؟ وليد ابن حضرتك، أصل يعني حضرتك قسيت عليه شوية، يعني مهما كان ابن حضرتك يا ريت ترجعه البيت. اتجننتي يا ست انت؟ اكيد اتجننتي. انت ازاي تدخلي نفسك وتتجرأي وتتكلمي معايا في موضوع زي ده؟ لا مؤاخذة يا باشا، يعني أنا بعتبر نفسي واحدة من البيت. لا يا ست هانم، انت مش واحدة من البيت، انت هنا شغالة. ايوه شغالة وبس، وعشان اثبت لك انك شغالة امشي اطلعي بره البيت ده. بنت تعالي هنا بسرعة. لا انا هقعد مع لومة. اسمعي الكلام يا بنت واطلعي على اوضتك. لا انت يا ست انت خلي البنت تطلع اوضتها احسن لك. حاضر يا باشا، بس يا حبيبتي اسمعي كلام جدو، جدو بيحبك، اطلعي الأوضة يا حبيبتي. لا، لو جدو بيحبني كانت سابت معايا. بنت هضطر امد ايدي عليكي لاول مرة وهضربك، وانت غوري من وشي بقى. امشي. لومة انا بكرهك يا جدو، بكرهك.
يبقى احنا كمان لازم نمشي. مش لوحدك يا نظمي، ما كلنا معاك. بالظبط، ومن بكره كمان. يا جماعه مش معقول تسيبوا الباشا وبسمه لوحدهم، وبعدين مش هتقطعوا رزقكم بسببي يعني. انا الكلام ده مش عاجبني بصراحه. يا عم يا نظمي، خد يا نظمي بنتكلم. ما هو يا جماعه ما ينفعش نشتغل من غير لومه، يا مع بعضنا يا بلاش. يا عم اشتغل، مصير الامور تتصلح وكل حاجه ترجع لمكانها، بس اهم حاجه ما تسيبوش الست بسمه لوحدها. لا من ناحيه طمني، اذا كان على بسمه فعليا الاثنين. ربنا يخليك يا اخويا. تحب اساعدك في الغسيل؟ لا يا اخويا، شايلك لحاجه كبيره. حاجه كبيره؟ يبقى عشان انا موتك نظمي. ما هو ميت. شفتي وليد؟ انا طلعت صح، العينه طلعت مسرطنه. انا مش قادر اصدق. لا اصدق، واديك شفت بنفسك، ادينا طلعنا المركب واخدنا العينه وحللناها وفي الاخر طلعت مسرطنه. طب وانت هتعملي ايه دلوقتي؟ انا مش عارفه. بقول لك يا وليد، انا عايزاك تساعدني ان انا اقابل باباك. انا ما ينفعش، انت عارفه انه مش طايقني، بس انا ممكن اكلم لك شوكت، هو اللي يقدر يحدد لك معاه ميعاد. كدبه جديده ولا ايه يا دكتوره؟ لا يا فندم، انا ما بكدبش، الشحنه فعلا مسرطنه. ما انت قلت الكلام ده قبل كده وطلع كله كذب في كذب. يا فندم صدقني، العينه اتبدلت في المعمل، الشحنه فعلا مسرطنه. وادي التقرير السليم، انا طلعت المركب وخدت عينه من الشحنه وحللتها. ما شاء الله عليكي، طلعت المركب وخدت عينه من الشحنه. ده ايه شغل البوليس الجامد قوي ده يا دكتوره؟ كان لازم اعمل كده علشان اثبت لك براءتي واثبت لك كمان ان الشحنه فعلا مسرطنه. فجاه ضميرك صحي فجاه. ما كان فين ضميرك لما طلبتي رشوه من مدام شيري؟ لا يا فندم، انا ما طلبتش رشوه من حد، مدام شيري هي اللي عرضت عليا رشوه علشان اغير ضميري. ولو مش مصدقني ممكن حضرتك تتاكد بنفسك. انا خلاص اتاكدت وحمضي العقد مع الشركه دي يا دكتوره. يبقى اسمح لي اقول لحضرتك انك كده بتدمر حياه ناس ابرياء ما لهمش اي ذنب غير انهم وثقوا في حضرتك، وكمان بتدمر حياه اطفال ما لهمش اي ذنب غير انهم نفسهم يجروا ويضحكوا ويفرحوا ويلعبوا. يا فندم انا جيت هنا علشان اوعيك مش عشان الهيك. التقرير اهو، وانا عن نفسي خلصت ضميري، والمساله بقت في ايد حضرتك يا معالي الوزير. الله، يعني احنا هنعمل مسرحيه تاني ان شاء الله اول ما تخلص الدكتوراه. يا باشا بس المسرح ده غالي قوي، اتس فيري اكسبنسيف. يا مظبوط، الحمد لله ان انا مسرح فاضي. ايه رايك في المفاجاه دي يا لوما؟ دي احلى مفاجاه في حياتي. انا كمان عندي ليكم مفاجاه ثانيه. ايه مفاجاه ايه؟ حاجه بحبها طول عمري، كان نفسي اهرب منها بس ما قدرتش. حكم يا باشا، ايه الالغاز الجامده دي؟ ايه بقى، ايه في ايه؟ تتجوزيني يا مان؟ وليد انت بتقول ايه؟ بقول لك تتجوزيني. تتجوزيني يا لوما؟ هتنيل. وانا كمان. انت بتقول ايه؟ الشحنه طلعت فاسده؟ انت متاكد من الكلام ده يا دكتور؟ يعني كلام ما طلع مظبوط. لا مفيش. تشكر يا دكتور، مع السلامه. انت انا لازم ابلغ النيابه. نيابه؟ نيابه ليه بس يا باشا؟ انا هنا يا مدام مسؤول عن ارواح المواطنين، عاوزاني انا اموتهم بايديا؟ اهدى بس معاليك وكله يخلص بالتفاهم. وتفهموا يا رسمي. رسمي؟ ماله رسمي؟ في ايه يا رسمي؟ كل خير يا باشا، بس نصيحتي ليك تمضي بالموافقه على الشحنه يا باشا. بتقول ايه؟ انت معاه ولا ايه؟ معايا مين يا باشا؟ ده هو الليله كلها. كده انا فهمت. طول عمرك تفهمها وهي طايره يا باشا، بس انا لازم اسجلك دلوقتي حالا، انت وهي. طالما سيادتك مصمم يبقى خلاص، جنت على نفسها براقش. يعني ايه؟ هتفهم دلوقتي يا باشا. نفذ اللي قلت لك عليه. يلا سلام يا باشا. ترتيبة تغطى. هقول لك على حاجات بقى ايه يا اختي. اركب يا ريشه، اركب. اطلع يا ابني. امسك البنت كويس، اطلع يلا. اجيب لك بالها يا حبيبتي.
زي الكل الجرجيل اللي قدامك. جرجيل؟ انا بقالي يومين باكل جرجيل لما حسيت ان انا بقيت فرخه. كان نفسي تبقى دي. ترد يا باشا على التليفون بدل ما انت بتضحك. غريبه. ده بابا. ما ترد عليه يا سوالي. الو. ايوه يا بابا. ايه؟ بتقول ايه؟ ايه في ايه يا باشا؟ طمنا. طب انا جاي حالا. في ايه يا سوالي؟ بسمة اتخطفت. يا لهوي! لو بلغت البوليس هيموتوها. الشر بره وبعيد يا باسم. انا ما اعرفش ازاي انت سبت ريشه ياخدها. يعني وانا كنت سايبها مع غريب ده ريشه، وبعدين انا شربت العصير من هنا لقيت نفسي نمت. احنا هنفضل متكتفين كده؟ اكيد في حل يا سعاده الباشا. دول عايزيني امضي بالوافق على الصفقه وابعت لهم الفلوس. لا طبعا، وحضرتك مش هتوافق انك تدخل البلد شحنه مسرطنه. خلاص مفيش قدامي غير ان اقدم استقالتي. برضه مش هو ده الحل. يا جماعه دوروا لكم على اي حل، المهم البنت ما تموتش. ازاي معليك يا فندم؟ مش كنتي خلصتي وسافرتي؟ قديمة قوي انتي. خلصت روحي. اتفضل يا معالي الوزير، مؤتمر جاهز سعادتك. اتفضل يا معالي الوزير. اخركم هنا، اخركم هنا. انت يا واد قول لي الرسم فين، والا وشرف امي هخلي ال40 بتاعك امبارح. الو. ايوه يا شوكت. فين؟ اطلع على 6 اكتوبر. بقول لك ايه، بلغ البوليس واديهم العنوان واحنا رايحين اهو. في حاجه يا فندم؟ لا حاسس بدوخه شويه، معلش انا هوصل لغايه الحمام دقيقه. اتفضلوا استريحوا، اتفضلوا استريحوا. اتفضل. لازم نلحقهم قبل ما يمضوا العقد. يلا كده يا لوم. يلا يا نصر. يلا يا نصر. وبعدين يا جماعه التليفونات مش لاقطه شبكه خالص. تقول ايه معليه؟ بقول مش حمدي. دي صفقة فاسدة وأنا مش حمدي عليها.
حضرتك فاهم انت بتقول ايه بالظبط؟ ايوه قالك مش فهمتي، خلاص انت طرشه. جدو بسمع حبيبي جدو يا حبيبي يا حبيبتي وحشتيني قوي. طب يا البوليس تعالي معايا، عايزك. الدنيا 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 يا دنيا دنيا الدنيا ليه يا دنيا؟ فينا اللي ماشي دايسها، فينا اللي مش حاسسها، فينا اللي تعبان فيها ومش عارف يسايسها، فينا اللي ماشي دايسها، فينا اللي مش حاسسها، فينا اللي تعبان فيها ومش عارف يسايسها. لو طبلت ارقص لها ونكشرت مش حاسسها، فينا اللي تعبان فيها ومش عارف يسايسها، فينا اللي ماشي دايسها، فينا اللي مش حاسسها، فينا اللي تعبان فيها ومش عارف يسايسها. لو طبلت ارقص لها ونكشرت اضحك لها. لو طبلت ارقص لها ونكشرت اضحك لها. واتزهزهت خاف منها حاسب اوي من غدرها.